ازيكم يا جماعه؟ طبعا انا متاكد ان انا وانت واي حد بيتفرج على الفيديو ده انبسطنا اول اسبوع ده. الموضوع الاسبوع ده جاي على غفله، يعني الموضوع حصل كريمونتادا كده، ما حدش خد باله اساسا. ودي تاني اكتر حاجه انا متاكد منها، احنا ما كناش متابعين اي حاجه بتحصل في سوريا خالص طول الفتره اللي فاتت. يعني كنا عارفين ان في مشاكل بتحصل في لبنان، مشاكل في سوريا، طبعا الحدث الاكبر هو غزه وفلسطين وكده، ولكن ايه بقى الدنيا كانت ماشيه ازاي، الدنيا هناك عامله ايه، ما كناش في اي حاجه. ده اللي احنا جايين نتناقش فيه ببساطه كده في فيديو صغير. يعني هنتكلم عن الحاجات اللي احنا استنبطناها واللي عرفناها. مبدئيا اول حاجه اكتشفتها ان كان في تقريبا كده يعني حاجه زي كاس عالم بيدار في سوريا واحنا مش واخدين بالنا، بتاع 5000 دوله داخلين في الموضوع. يعني لو عدينا الدول كده اللي كانت مشاركه في الموضوع ده، انت عندك ايران، روسيا، فرنسا وامريكا، تركيا، في برضه الاكراد. ودول لما عرفت تاريخهم عرفت ان هم كانوا عايزين يعملوا دوله لوحدهم، يعني عايزين ياخدوا كده جزء من البلد ويعملوها دوله، خلاص بقى ينشئوا دوله مع نفسهم كده. وطبعا يعني الاحتلال اللي موجود في هضبه الجولان تحت في الجنوب هو حرفيا اصلهم دوله من افريقيا ويبقى كاس قارات. كل القوات دي بقى كانت مقسمه البلد مع نفسها كده. بس برضه عشان نفصل الموضوع، يعني زي ما باين قدامك في الخريطه، عندك في الجزء الشمالي الشرقي قوات سوريا الديمقراطيه، امريكا وفرنسا، ما هم مدعمين الحته دي. محافظات الوسط والجنوب كانوا تحت ايد النظام اللي هو نظام بشار اللي انتهى وسقط الحمد لله. طبعا في الجنوب عند هضبه الجولان الاحتلال اللي هم اسرائيل يعني، بس احنا بنقول الاحتلال وخلاص. وفي الشمال الغربي قوات المعارضه السوريه، ويعني هيئه تحرير الشام، او يعني دول الناس اللي تابعنا من الاخر، وكانوا متواجدين في محافظات ادلب وشمال حلب راس العين. بدايه عمليات التحرير بقى بدات في 27 نوفمبر. فجاه كده قوات المعارضه السوريه بدات تزحف من ناحيه الشمال لحد الجنوب عشان تخش على المحافظات اللي تحت ايد النظام. لحد بقى كل الاحداث اللي احنا عرفناها دي بقى حصلت يوم الاحد اللي فات. على الصبح كده اول ما صحينا عرفنا ان هم يعني خدوا حمص وحما وحلب، هم جايين من ادلب. مش قايل المحافظات بالترتيب، بس يعني ايه دي المحافظات اللي هم فتحوها. اننا ماشيين بقى الحوار ده لحد العصر كده تقريبا كانوا دخلوا دمشق دي العاصمه، فيعني يعتبر ان هم كده ايه اسقطوا العاصمه، فخلاص الدنيا تمام. وعندك ايه بقى فيديوهات كتير قعدنا اتفرجنا عليها، يعني حاجات تفرح والله، وفي نفس الوقت تصعب عليكم الناس اللي كانوا هناك دول. والله الناس اللي كانت بتطلع من السجون، الناس التانيه تقول لك ده اعدامي كان النهارده، يعني كان في نفس اليوم ده كان تاريخ اعدامه. كانت اول مره اشوف فيها استراحه المحارب بجد لايف، يعني دي استراحه محارب بقى بجد، مش اللي هي على النت والميمز والحاجات دي. شفت فيديو كده للجماعه من اللي هم كانوا قاعدين مع المعارضه، يعني واقفين في مكان كده او في مبنى كده، يعني حاطين اكل وقاعدين بياكلوا ومش عارف ايه ومصورين فيديو، اللي هو حرفيا استراحه المحارب اللي بجد. ولو هنتكلم برضو عن السجون، فطبعا يعني الصوره الشهيره بتاعت سجن صدنايا ده، يعني حاجه تثير الرعب بجد. انت ما تشوف الشكل السجن ده يعني حاجه مرعبه، اللي هو انت في الاول تفتكرها اللي هو دي خليه نحل دي ولا ايه دي، بعد كده تكتشف ان دي سجن تحت الارض. كان في فيديو كمان شفته، كان واحد بيتكلم بيشرح يعني السجن ده، بيقول لك جاي من فتحه من فوق كده، بيقول لك الفتحه دي بيطلع منها سخونيه او حراره كده، الحراره دي تدل ان في ناس حيه تحت، ولحد دلوقتي لسه بيكسروا في السجون دي من تحت عشان يطلعوا الناس. يعني الناس دي يعني ربنا يعني يقويها وربنا يعينها بجد، ناس شافوا العذاب حرفيا. الفكره بقى يا معلم ان الخوف بقى من اللي جاي بعد كده. يعني تمام اهو فرحنا وكل حاجه، ايه بقى التنظيمات اللي هتيجي بعد كده او ايه اللي هيحصل بعد كده، ده اللي يقلق بقى. بعيدا طبعا عن اقامه الدوله، والناس دي لسه هتبني الدوله من الاول وتبني الحاجات اللي اتهدمت والحاجات اللي اتدمرت دي كلها بقى، اللي هو تنظيم بقى ووزراء ومش عارف وزاره التعليم ووزاره ايه، وهيبداوا يبنوا الدوله من الاول. بعيد بقى عن المشاكل دي، يعني فكره ان هم خلاص بقى الاول يبداوا يهتموا ان هم يبنوا دوله ويقفوا على رجلها تاني. في عندك كارثه تحت في الجنوب، الاحتلال ما صدق بقى يا معلم. هو احنا قلنا ان هو محتلين هضبه الجولان، بس لا، لسه الاخبار مفيش يومين ثلاثه لانهم بقى ايه مدوا رجليهم، دخلوا بقى لجوه، قال لك خلاص بقى ما هو لا في جيش ولا في بتنجان، احنا هنخش يوم او اثنين وتلاقي القوتين، يعني ان شاء الله يا رب بس يستر وما يحصلش مشاكل، بس ممكن تلاقي القوتين بداوا يواجهوا بعض. الناس هناك ما يعرفش ايه نظامهم، تدريبهم، هيعرفوا يقاوموا، هيقدروا ان هم يسدوا قصادهم ولا لا. ربنا يستر ما يبقاش في احتلال لجزء من سوريا. فاللي جاي يقلق، وربنا يستر وربنا معاهم ويثبت اقدامهم يا رب، لان الناس دي عانت بجد. الناس ديت يعني تتكلم من 2011 تقريبا لحد دلوقتي. هو النظام ده كان نظام بشار، ده كان نظام مورث من ابوه وعايشين فيهم بقاله سنين. حتى برضه القصص اللي كانت بتطلع من اللي كان بيحصل في السجون، حد يقول لك دخل صغير وطلع بقى شاب عنده 33 سنه، الناس اللي ما شافتش اهلها، احداث كتير مرعبه ما نقدرش احنا حتى نتكلم فيها في الفيديو. ربنا يعينهم والله بجد، يقدروا تاني يقفوا على رجليهم ويبنوا الدوله ثابته مستقره باذن الله. احنا يعني لحد دلوقتي فرحانين مبسوطين. عمري ما قابلت واحد سوري اطلاقا، ولا حتى اكلت شاورما سوري خالص. بس انا هنا امراء الشام الموجوده في شبين دي واللي فيها شغالين مصريين، فيعني هم واخدين البراند باين. حتى بالصدفه كنت في مول من يومين وسمعت حد كان مش عارف بيبيع حاجه، يعني سمعت بس كده وانا معدي كده اللي هو بيقول له هايدي او خد حبيبي او حاجه من الحاجات اللي هي الكلمات السوريه. يعني اللي هو كنت عايز ارجع اساله اقول له انت سوري ولا ايه؟ الف مبروك يا عمنا، يا عم الف مبروك عليك يا عم، واسلم اوجب معاه شويه ولا اي حاجه. بس عندنا كان فيديو بسيط وخفيف كده، يعني بنتكلم فيه ونتناقش فيه في الحدث العظيم اللي بالنسبه لنا ده والفرحه اللي احنا كنا فيها. بالمناسبه الواحد مش بيتكلم عن الترندات اللي بتحصل كتير، ولكن حتى السلسله دي كنت عاملها للترندات اللي
ممكن انا اتكلم فيها. هما في فيديوهين اتكلمت فيهم في حدثين حصلوا في وقتها. فيديو فلسطين ممكن ترجع القصه نفسها كنا حكينا القصه ديت، ممكن ترجع تشوف الفيديو. واهو فيديو لسوريا. واستنوا فيديو الاسبوع الجاي ان شاء الله هنتكلم فيه بقى عن حاجات كده تخص المراه وحقوق المراه والموضوع ده كله، موضوع شغل دماغي يعني. واسمع اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.